بيعيشوا 120 سنة وصحتهم بوم، لا يبان عليهم كبر السن ولا بيعجزوا، والستات اللي عندهم 60 سنة تشوفهم تقول لسه بنات بيبدأوا وجمالهم مش طبيعي، ورجال عندهم 100 سنة بس بيتحركوا زي شباب عشرينات وبيكسبوا كمان. ده بيحصل بجد ومش خيال علمي لأشهر قرية موجودة في باكستان. خليكم معايا واحنا نقول لكم حكاية هونزا، أغرب قرية هتسمعوا عنها في حياتكم. قرية كاملة ما تعرفش يعني ايه فرهضة ولا عندهم شيخوخة، والناس فيها بيوصلوا لعمر ال 120 سنة ولسه عايشين حياة مليانة نشاط وحيوية. دي مش قصة من فيلم خيال علمي، دي قصة موجودة في وادي هونزا في شمال باكستان. أهل القرية اللي بيعيشوا هناك قالوا عليهم إنهم عايشين في جنة ربنا على الأرض، مكان حرفياً هيخليك تفضل شباب وما تكبرش أبداً. الناس هناك شكلها غريب بالنسبة لنا، عادي جداً تلاقي راجل عنده 90 أو 100 سنة وماشي على رجليه وبيشتغل كأنه شاب في العشرين. ده غير إن الستات رغم إن سنهم كبير بس بشرتهم كلها نضارة وشعرهم بيلمع وكأنهم لسه بنات في بداية عمرهم. ومش بس كده، هم هناك ما يعرفوش يعني ايه مستشفى ولا دكتور ولا اي مشاكل صحيه ممكن نكون بنسمع عنها دلوقتي مثلا او انتشرت في السنين اللي فاتت. يعني صعب تلاقي واحد هناك يقول مش قادر اتحرك هات دكتور بسرعه. هتسالني وتقول لي ايه سر القريه دي؟ تعالوا نعرف. شوف يا سيدي، السر الاول في اكلهم. الهونزا معتمدين في حياتهم على الطبيعه وبس، اكلهم كله من الزرع اللي بيزرعوه بايديهم واللي عباره عن فاكهه وخضار طازه من الارض. اشهر حاجه عندهم المشمش، بياكلوه وبياخدوا منه الزيت، والزيت ده مليان حاجات طبيعيه بتحافظ على صحتهم وتديهم مناعه قويه. غير انهم بيعتمدوا على التين الشوكي والحبوب الكامله والخضار الني في اكلهم اليومي. والميه اللي بيشربوها دي قصه تانية خالص، بيشربوا ميه من انهار جليديه نازله من الجبال. الميه دي صافيه ونقيه جدا وغنيه بمعادن طبيعيه زي الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم. العلماء اللي درسوا الميه دي قالوا انها السبب الرئيسي في ان اجسامهم تفضل قويه وما تعجزش بسرعه، يعني من الاخر مش بيكبروا وبيفضلوا شباب. لكن الاكل والميه مش هم السبب الوحيد، الفكره كمان ان اهل هونزا نمط حياتهم كله صحي. شعب الهونزا طول الوقت في حركه، ما عندهمش كسل ولا قاعده على الكراسي بالساعات، بيصحوا قبل طلوع الشمس، بيزرعوا وبيراعوا مواشيهم، وكمان بيمارسوا رياضه زي ركوب الدراجات والتزلج، وكمان بيلعبوا كوره وكريكت. تخيل ان واحد عنده 70 سنه ولسه بيلعب كوره في الملعب. كمان المجتمع عندهم مترابط جدا، الناس بتحترم الكبار وبتخاف عليهم، ومفيش عندهم مخالفات قانونيه ولا حتى في مشاكل بين السكان، والاولاد بيلعبوا في الشارع من غير قلق، وده بيخليهم عايشين في راحه نفسيه وسلام داخلي، وده جزء كبير من سر شبابهم الدائم. اللي يزور القريه دي يحس انه في مكان بره الزمن، حرفيا براها تماما. العلماء اللي راحوا عاشوا هناك اتحيروا ازاي في ناس في العمر ده ما يحصلهمش اي مشاكل صحيه زي الناس الطبيعيه يعني في سنهم في كل العالم. ده كمان واحد من العلماء اسمه روبرت ماكريسون عاش معاهم سنين وقال انه ما شافش حاله واحده عندها مثلا التعب الوحش اللي منتشر دلوقتي في بلاد كتير. وعالم تاني اسمه هنري كواندا درس الميه اللي بيشربوها وكتب عنها كتاب كامل، وقال ان الميه دي مختلفه فعلا عن اي ميه تانية في العالم. القصه دي حتى الهمت كتاب الادب والسينما. الكاتب جيمس هيلتون كتب روايه مشهوره اسمها الافق المفقود، مستوحاه من حياه الهونزا وتحولت بعد كده لفيلم كبير. انت كمان قول لنا، تعرف حد عايش لغايه 100 سنه؟